وفي خبر عاجل: مخالفة تكلفك السجن 5 سنوات و50 مليون سنتيم غرامة. نشرت مصالح الدرك الوطني يوم أمس توضيحا هاما بخصوص لوحة ترقيم المقطورة، وجاء هذا المنشور ردا على سؤال: هل تكون خاصة بها أم مطابقة للمركبة الجارة؟ توجد حالتين. وأوضح الدرك الوطني عبر صفحة طريقي أنه في حالة مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كيلوغرام، يجب أن تكون مزدوجة بلوحة ترقيم خاصة بها، كما تثبت في مؤخرة المقطورة بطريقة غير قابلة للانتقال. أما في حالة مقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 500 كيلوغرام، فيجب أن تحمل المقطورة لوحة ترقيم مطابقة للوحة ترقيم الخلفية للمركبة الجارة. ويمكن أن تكون اللوحة في هذه الحالة قابلة للنقل وتغيير مكانها. ودعت القيادة ذاتها مستعملي المقطورات إلى الحرص على مطابقة لوحة ترقيم المقطورة للأحكام القانونية، وأكدت أن وضع لسير مقطورة مزودة بلوحة تسجيل مزورة تعتبر جنحة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار جزائري.